موضوع القضية المثارة في المحكمة الفدرالية. وكان الأستاذ كامل كان كلف المحامي كان هو في زيورخ كلف المحامي بمتابعة الموضوع، واتكلمنا بقى في شوية بالنسبة لموضوع النادي والناشئين وقطاع الناشئين والمصروفات الموجودة في النادي. انت عارف ان النشاط متوقف في البلد كلها، ويعني ربنا ييسر كده ان شاء الله الامور تمشي على كده. انت عارف ان طالما في نشاط متوقف ما تقدرش انت تحمل النادي، فهو الاستاذ كامل كان اقترح ان المجلس هيتحمل المصروفات بالنسبه للمرتبات وبالنسبه للمصاريف اللي موجوده في القطاع. يعني كان في شويه انشاءات كانت ناقصه في الملعب، احنا اتكلمنا فيها برضو، والاستاذ كامل كان كلف ناس ان هم يبتدوا ان هم يبداوا في انشاء الغرف دي واستكمال الانشاءات اللي موجوده هناك. حاليا احنا طبعا هو الاستاذ كامل عنده امل وتطلعات ان هو ان شاء الله يعمل حاجه، بس الاحوال في البلد كلها تمشي كده ان شاء الله وتعدي على خير. انت شايف البلد كلها بتمر ازمه يعني، فان شاء الله ربنا ييسر وتعدي الامور وان شاء الله يعني في دماغنا وفي دماغ الاستاذ كامل ان يعمل موضوع النادي الاجتماعي، وهيناقش الموضوع ده مع سياده المحافظ بتخصيص قطعه ارض للنادي المصري، علشان طبعا منظومه زي النادي المصري ملهاش نادي اجتماعي، ده طبعا موضوع سهل. فان شاء الله بس الامور تعدي كده وان شاء الله البلد كلها توصل لبر الامان. احنا اتكلمنا في موضوع التامين ده قبل كده، ان احنا كمجلس اداره او احنا ما نملكش ان احنا نامن، فالنهارده الناس المنوط بها الحمايه والامن دي مش عايزه تامن، فانا ما اقدرش ان انا امن او ان انا اشيل مسؤوليه تامين مباريات في ظل الانفلات الامن اللي احنا بنعيشه وفي ظل اللي الناس كلها شايفاه. انا طبعا ارفض ان انا امن، احنا رفضنا. احنا جاري مخاطبه اتحاد الكوره لاسترداد المبلغ، يعني احنا كلفنا القائم باعمال المدير التنفيذي بمخاطبه اتحاد الكوره. بس كامل كان زي ما قلت لك هو اتصل بالمحامي من خلال تواجده في الزيورخ في الفتره اللي فاتت، وكان في شويه كان طلب شويه طلبات لمتابعه القضيه وكده بالنسبه للاوراق والترجمه والحاجات دي. فكامل كان ومكلف المستشار القانوني عندنا بالمتابعه تحت برضو اشراف مننا كلنا، وان شاء الله ربنا ييسر يعني. شكرا للزميل ايمن عيد. ده تقرير اجتماع مجلس اداره نادي المصري اللي بيعقده هنا في احد فنادق القاهره. بالمناسبه اقول لكم ما نشر اليوم على موقع اليوم السابع، هم كاتبين موضوع كبير جدا، كاتبين انه في 3 ثغرات بتفسد طعن الجبليه ضد المصري في المحكمه الفدراليه. الطعن بيتكلف 125,000 يورو على اتحاد الكوره. بيقولوا ان اللجوء المصري للمحكمه الرياضيه امر مخالف للائحه اتحاد الكوره. تحديد البند 3 الماده 42 بينص على ان تكون القرارات الصادره من لجنه التظلمات نهائيه وملزمه لكل الاطراف ولا يجوز الطعن عليها داخل الاتحاد. المصدر القانوني اكد لليوم السابع ان البند ده في لائحه اتحاد الكوره لا ينطبق على مجزره بورسعيد او مجزره استاد بورسعيد. التوقيت اللي قدم فيه المصري الطعن امام المحكمه لم تكن اللائحه الجديده قد وضعت وتم اقرارها. الثغره الثانيه اللي هو لا يجوز اللجوء للمحكمه الرياضيه بقضيه لا تزال دي يعني الاسباب الحاسيات اللي قدم اتحاد الكوره طعنه بسببها يعني. لا تزال منظوره امام لجنه التظلمات في اتحاد الكوره باعتبار ان المصري والاهلي قدم التماسات على احكام لجنه التظلمات لم يتم النظر فيها حتى الان لعدم وجود لجنه عقب حل اللجنه التي كان يرأسها المستشار الفاضل حازم بدوي، الا ان الواقع يؤكد ان المصري قام بسحب الالتماس الذي قدمه للجنه قبل تقديم الطعن للمحكمه الرياضيه، في حين ان التماس الاهلي غير قانوني لانه مقدم ضد عقوبات المصري بغرض تخليصها، في حين ان القانون يؤكد انه لا يجوز ان يلتمس متضرر من عقوبه خصمه ولكن يلتمس فقط ضد العقوبات الموقعه عليه. اذا القضيه خرجت من لجنه التظلمات ويصبح طعن المصري قانونا. الاهلي كسب الاتحاد في الباسكت 76-64. الاهلي والله عامل شغل كويس قوي، كان كسب احد فرق انجولا وبعدين خسر من الفريق الثاني في الدور نصف النهائي، ولعب اتحاد سكندري وخسر منه في الدور قبل النهائي اظن اول اغسطس الانجولي.
الثغره الثالثه انه الطعن تضمن اعتراض على قرار المحكمه الرياضيه بعوده المصري الممتاز وانه مخالف للوائح. المحكمه الرياضيه استندت في حكمها وفقا للحاسيات التي حصلت الجبليه على نسخه منها ان المصري اعترف بقيام جماهيره بفعل مخالف لقواعد اللعبه، لهذا تم تغليظ عقوبه الجماهير والملعب من جانب المحكمه الرياضيه. ولكن قرار هبوط المصري، المحكمه الرياضيه قالت انه لا يوجد بند في اي لائحه يقضي بهبوط فريق في حاله شغب جماهيره، لان الفيفا لا تحاكم فرق بشغب جماهيرها وانما تحاكم كل عنصر في اللعبه وفقا لخطأه. المصدر اللي مطلع ده على اليوم السابع بيقول ان الثغرات دي تهدد قبول المضمون فضلا عن تضامن المحكمه الرياضيه مع المصري في القضيه. بس في خبر بقى في الاخر دمه تقيل، تستعد جبهه المعارضه داخل